السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم مجددا. الحمد لله الذي وفق وسدد وجعل هذه النعمة التي بين أيدينا تزيد وتتمدد، ثم الصلاة والسلام على النبي محمد. أسرني كما أسر الكثير من أعضاء الشركة وشركائنا في النجاح حول العالم هذا الافتتاح لفرع شركة DXN في قطاع غزة الصامت. لم يكن هذا إلا نتيجة لجهود أعضاء شركة DXN في قطاع غزة واستمرارهم في النجاح. هذه الجهود التي يجب علينا جميعا أن نشكرهم عليها حتى وصلنا إلى هذا المستوى. وأقول لهم من هذا المكان شكرا لكم، كما أقول مبارك عليكم الجوهرة التي كانت في أعماق البحر والآن هي بين أيديكم. مبارك عليكم هذه الجوهرة، جوهرة DXN. وأود بهذه المناسبة، مناسبة افتتاح مكتب DXN غزة، أن أوجه رسائل ثلاث. أول هذه الرسائل هو لأهلنا في قطاع غزة، لأعضاء شركة DXN في قطاع غزة، وأقول لهم: لقد صبرتم ولقد اجتهدتم ثم بعد ذلك نجحتم. هذا كله حدث في ظروف قاسية، لم تكن لديكم منتجات متوفرة ولم تكن هناك مكاتب لديكم. أما الآن فهو مرحلة الامتحان والاختبار الحقيقي لنجاحكم، فصار لديكم مكتب وصارت لديكم إدارة، فاستثمروا هذه الفرصة ونموها وزيدوا من فرص نجاحكم مع الشركة. واعلموا أن DXN ليست محاصرة، بل بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون شركة DXN هي أحد العوامل التي تفك الحصار عنكم من خلال التقارب الذي ستحدثونه مع العالم، بل ستجلبون العالم لكم من خلال نظامها وفلسفتها. عالم واحد، سوق واحدة، طريقة تفكير واحدة. وليكن منكم يا أهل غزة، ليكن منكم أول سفير قادم في الشرق الأوسط، بل فليكن منكم أول سفير قادم في العالم. وإن فعلتموه وأنتم على قدر التحدي، وإن فعلتموه فقد جلبتم لبلدكم ولأنفسكم خيرا كثيرا. أما رسالتي الثانية فهي لجميع أعضاء شركة DXN في العالم، وأقول لهم: أنتم في الطريق الصحيح، أنتم في الطريق الصحيح. وهاكم شركتكم DXN كل يوم في ازدياد، وكل يوم لديها فروع جديدة في جميع أنحاء المعمورة. يجب عليكم أن تنشروا هذا الخير، تنشروه للجميع. انشروا هذا الخير وتحروا حين نشر هذا الخير أن تنشروا هذا الخير بالشكل الصحيح، أن تنشروه بالكلمة الطيبة. والله في حقوق الأعضاء، وما الرزق إلا من الله. أما الرسالة الأخيرة فهي لها، هذه الرسالة لها لذاتها، لشركة DXN، شركة DXN التي أحببناها. أقول: لقد أحببناك وحبنا لك مشهود، وما هذا الافتتاح لفرع غزة اليوم إلا نتيجة لهذه الجهود، ونتيجة لأنك الشركة التي تستحق منا بذل المزيد من الجهد. فاستمرارك يا DXN وتطورك يا DXN معقود عليه آمال الجميع. وأوجه من هذا المكان الشكر لقيادة DXN في العالم، وأيضا قيادة DXN في الشرق الأوسط على الجهود التي بذلوها لإيصالنا إلى ما وصلنا إليه اليوم في هذا الافتتاح. وفي ختام
هذه الرسائل الثلاث لا يسعدني إلا أن أقول تهانينا للجميع. محدثكم أخوكم النجم الماسي المزدوج التنفيذي المهندس أحمد الخولاني، الأول من شهر أغسطس عام 2021. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.